لعلها خير، والله لعلها خير، بل مو لعلها، أنا أقول لك إنها خيرة من الله سبحانه وتعالى. تلك الأقدار التي أساءتك والله إنها خيرة، وتلك الضيقة التي انتابتك تراها خيرة، وذاك الموعد اللي راح عليك والله إنه خيرة، وتلك الوظيفة اللي قدمت عليها وشقيت عمرك ونفسك وأفنيتها وراحت عليك والله إنها خيرة. لا شك. تلك الفتاة اللي كنت أنت من أجلها بذلت الغالي والنفيس لكنها ليست من نصيبك والله خيرة. ذاك الرجل اللي فارس أحلامك لكن ما الله يكتبه لك والله أنها خيرة. نعم، الله سبحانه وتعالى قدر المقادير قبل أن يخلق الخلق ب500 عام، وكتبها باللوح المحفوظ، جعلها عنده، حتى أن في القرآن الله سبحانه وتعالى يقول: ما أصابكم من مصيبة في أنفسكم إلا في كتاب من قبل، يعني في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، في كتاب من قبل أن نخلقها، من قبل أن نوجدها، من قبل أن تفكر فيها أنت، من قبل أن نبرأها. إن ذلك على الله يسير. لماذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، حتى ما تحزن على شيء فاتك. اللي ذكرناها لكم تو من وظيفة ومن زواج ومن سيارة ومن أقدار ومن إلى آخره، تراها مكتوبة عند الله قبل الخلق، قبل الخلق، من قبل أن نبرأها. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. حتى الشيء اللي يجيك وتفرح فيه ولا تفرح، مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، فيكون فرحك فيه معتدل ويكون حزنك فيه معتدل.